مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم معنا في برنامج حرف ومهن في الحلقه الخامسه. اليوم نستضيف لكم محمد اللقبنجي، رجل الحمد لله معروف هون وخبره واسعه الحمد لله ومعروف في المدينه، وبالتالي جيناه شور بالمحل لا نسول عن شي من الاسئله اللي عندنا فهميه. محمد، اللي تعرفنا براسك اولا سابقا دخول. نعم، أنا راجل من الحوض الشرقي، مقاطعة عبد المقرو، قاعد محمد ولد هادو اللقمنجي ولد حسن. كنت سابقا في الخارج وموظف سامي في سيدياو وخريج جامعي، وجيت على ياس من الأعمال وجيت على ياس من الأمور، وعقب رجعت الوطني وفهمت على أن العمل شرف ولا فهمت شوي، ووطني زين ودولتي زينة وشاكر حكومتي إلى أقصى درجة. وهذا هون يعطيني الفرصة نعطي رسالة للشباب. محمد شوي قاضي سابق ذاك. محمد انتم دخلتوا مثلا الحمد لله عرفتونا بذاك عنكم ما شاء الله، كنتوا السلام عليكم مدير قط خطوا لي كامل. اخواني احنا بمقابله وبالتالي انا دلوقتي مثلا انت بدات في هذا المجال تحديدا، بما انك الحمد لله خطت لي المجال، لماذا اخترت هذا مجال تحديد عمرك السنوات هذه؟ لماذا اخترت هذا المجال اساسا؟ وشنو الصعوبات اللي تجبر فيه؟ ومن الناس تقول عنكم واعرين، من رايك كان يبصوا ولا سيفتي دي مالك سويته كان واعري؟ احنا مقابل. زين، شكرا. هذا العمل بدأته 2013، بعد 2 بقيت كفت واليدين، ما عندي شيء اسوء. هو شنو هو؟ بعد ياسر من الحمد لله مالي من الفضة والأعمال وها، رجعت ما عندي شيء. بدأت هذا المشروع 2013 ب 72,000، وطبعا رأيت فيه ياسر من النتيجة، ورأيت منه الأولاد والأمنات، معناها ما خلق النتيجة قد راحت فوق ذا، وعمل شريف وفيه الأرباح الكثيرة. النتيجة المادية من؟ احنا فشوي هاي تندور نشري جاي اسمعنا نقول قلت واسوي لك على الاسعار. قلت اسمع يا ولدي، عود راسي، لا تعود لنا من الباديه، انت الحق تمد قدامك الطرد. اكتبت الصوت وخلينا نوفر برنامجنا. لا ما تدخلك في مرادنا. لا، ما هو مرادي. جاوبوا على السؤال. ما تجاوبوا وانت مالك مسود، تاخذ منه اللي تجاوب. الاسعار بعده اعلى شوي. اعطيني بالك. الاسعار اعلى. اسمحني خليك، اسمحني سوي المال. انا جاي لنشري. ما نبيع لك. انا تبيع. ما نبيع. اسمحني. انا داخل محل. خليني بوتيجي. خليني شوي. ما ورق انا ماشي. بدوي والله. انا قلنا لك عندنا مقابله نعدلوها. صدقت وسكت ما فهمت وسويت. لا شو سمعتوا؟ ليش يعني انت ما هو قيسك؟ قايسني بعد، وانا سمعت فيه الاسعار قايستنا احنا. شوف حنا قوة شيء يتعلق بنا نحن. اسمح، شوف احنا عندنا الوقت نموت علينا. هذا مطر حاتم لها. انا لا تبيع لي، سبقني انا قاعد وهاي يبيع لي انا قاعد نمشي عنك. نمشي عنك. انا سبقك بالموت. انا ليه نمشي عنك؟ انا ليه نمشي عنك وقال حنك تبيع لي؟ حنك تبيع لي. 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 انا ماني خارج. انا ماني خارج. ماني خارج. ماني خارج. انا ماني واخذ. انت تبيع لي. حنك تبيع لي. انت بياع. حنك تبيع لي. خرج علينا من عندك. لا يوافق يخرج علينا من عندك. قلت لك انا توفي المقابله. قلت لك انه يخرج عني. شنو معنى؟ اقدر انا وخان. انا اقول لك وخان. سوا عندك مشاكل. وحشي بدوي الحق ما حد بحاله. قلنا لك اسكت عنه. لو انت تدخل من السوله. انا يقول لا يفوت بالشيء. ايوه حنجيك السجري. ايوه هارك اسمح لنا. احنا كان عندنا برنامج ما تجلد، وانا واحد من الطاقم اللي معاه. فكرتك شركه. اعطيه يشرب.
برنامج عندنا في رمضان واسمح لي زميلي اسمح لنا على هذا بعد الموس ما كان يخطب بالموس رمضان انا صراحه ما انا اخبطها طاطون صراحه ما راح شوي والله كلمه مناسبه قدوم شهر رمضان اسمح لنا يا اخوان الحين اسمح عادي والله كلمه مناسبه شهر رمضان محمد اولا نصائح للشباب ابريد قلنا توفر اوكي ان رمضان توجه الشباب في رمضان اساسا اوكي ورمضان وحكم في الشهر زين نختار الشباب يعود ما هو متكبر على العمل والعمل شرف وشغلة الشباب في أي مهنة أسوأ هي شيء من قطاع الحياة تزيد الإنتاج الاقتصادي اللي يقولون صار له كروسانس إيكونوميك اندستريال هذا اللي نقول لكم وخلاص بذلك المناسبة الشباب يوعى ويعرف فعلا هذه فترة صعيبة الحد في ركود نفسانيا ومعنويا الركود شنو هو الاستبعاد والاستخفاف والتخومي عن جميع الأعمال العمل شرف ما فهمش رمضان كريم وانت حكمت فيك الشركه رمضان كريم وانا حكمت فيها الشركه